يا مساء الخير. الأستاذ ياسر جلال. الأستاذ ياسر جلال الممثل المعروف وعضو مجلس الشيوخ المرموق، راح يتكرم في الجزائر وهو يستاهل. الحقيقة إن تكريم ياسر جلال تكريم واجب. أعمال ياسر جلال أعمال درامية محترمة، أو متوازنة ومتزنة، وبالتالي يستحق التكريم. ولكن استاذ ياسر جلال اختار ان هو يجامل الاخوه الجزائريين، وحقهم يستاهلوا انهم يتجاملوا الحقيقه هم كمان. فمبدئيا خلينا بس نقول الناس اللي شككت في وطنيه ياسر جلال، طبعا ده كلام فاضي. ياسر جلال راجل وطني جدا، ممثل ابن بلد قوي، ومفيش اي غبار عليه. بل ان انا شخصيا لما اختاروه، تم اختياره من قبل الرئاسة ان هو يكون في مجلس الشيوخ، انا قلت ده اختيار حسن. لان الحقيقة على الساسة يعني كسياسي يعني، وعلى الساحة ال مش عارف اسميها ايه، بس الفنية يمكن او السينمائية، ياسر جلال هو الاختيار الامثل يعني. ولكن اللي هو قاله كان ممكن يعدي، والجزائر ساعدتنا واحنا ساعدناه. الحقيقه يعني ما بسميهاش مساعده بقدر ما هو ده واجب يعني. احنا المفروض كلنا العرب نبقى واجب على بعض. الجزائريين ليهم فضل، ليهم فضل. وهو اتكلم سنه 67 بعد النكسه اللي حصلت في ايام جمال عبد الناصر الله يرحمه والمشير عامل، وبسبب التخبط واسباب كتيره كده في القوات المسلحه ساعتها. رغم ان القوات المسلحه ما كانتش ضعيفه ولا حاجه، بس كان في تخبط في القرارات. فقال ان هم بعتوا جنود او بعتوا قوات من الجزائر، وده حصل فعلا، هم بعتوا. ولكن بعتوا بضع مئات من الجنود مشاركه رمزيه بين القوات العربيه اللي كانت موجوده، لاحتماليه ان ترجع اسرائيل تشن هجوم تاني على مصر بعد غرب القناه. ولكن شاركوا في الحرب؟ لا، ما شاركوش في الحرب. الجزائر بعد كده في مساعدات جت من الجزائر، وفي طيارات اشتروها من روسيا لمصر. يعني في مساعدات حصلت، والجزائريين طبعا لهم كل الشكر والاحترام. واحنا ساعدناهم، واحنا القوات الصاعقه اللي بيتكلم عليها ياسر جلال ديت، احنا اصلا المصريين هم اللي اسسوا قوات الصاعقه الجزائريه. وبالتالي الموضوع مش موضوع مساعده ولا موضوع مين عمل ايه لمين، لان احنا في الاخر اخوات. المفروض ان احنا كلنا العرب اخوات. انما هي القصه ان ياسر جلال قال لفظ مش المفروض يتقال. يعني دي مشكلتنا مع فنانيننا، ان احنا ما عادش عندنا النموذج الفنان المثقف اللي عارف بيتكلم ازاي. يعني مش عندناش يحيى الفخراني مثلا، ما عندناش الاستاذ عبد الله غيث، ما عندناش حمدي احمد. الناس اللي هي عارفه بتتكلم الكلمه بحساب، الكلمه موزونه. للاسف ولادنا واخواتنا الممثلين والممثلات ما عندهمش الوعي الكافي ولا حتى الثقافه الكافيه ان هم يقدروا يتكلموا ويوزنوا كلامهم. هم للاسف يمكن يكون عندهم الموهبه، انما ثقافه للاسف ما فيش. ما بيثقفوش نفسهم، هم بقوا مستسهلين كل حاجه. للاسف كلهم بقوا مستسهلين، سواء مطربين سواء ممثلين. اي كلام بيتقال وخلاص، واي كلام بيتغنى وخلاص، واي كلام بيتمثل وخلاص. وبالتالي بقوا كلهم انصاف مثقفين واشباه موهوبين. فالاستاذ ياسر غلط في ان هو قال يجوا يحموا رجاله ونسوان مصر او رجاله وستات مصر. الحقيقه يعني اللفظ شكله بايخ قوي. يعني مفيش واحد جاهل يقول الكلام ده يا ياسر. الحقيقه ان انت كنت غبي جدا في التعليق والتعبير. يعني ممكن تقول للناس انتوا ساعدتونا وجيتوا وبتاع، ولكن مش بهذا اللفظ. يعني ساعدوا القوات المصريه اللي موجوده في ان هم يامنوا البلد، في ان هم يحافظوا على الاستقرار، في ولكن بهذا المنظر. الحقيقه ان حكايه الاستاذ جلال والدك ليك الله يرحمه كانت مبالغ فيها شويه. لان القوات الجزائريه اللي جت بعد 67 كانوا لا يتعدوا 400 500 جندي، وكانوا موجودين على الجبهه وما عملوش اي يعني ما كانش ليهم دور، لان كانت الحرب انتهت. الحرب ما عادش 6 7 ايام يعني. وبالتالي هما بس كانت مشاركه كده يعني، من باب ان احنا كلنا موجودين، العرب كلهم موجودين يعني. مشاركه رمزيه بيسموها.
الجزائريين ليهم كل الشكر والاحترام، واحنا بنحب الجزائر، ما عندناش اي مشكله مع اي حد ويستاهلوا المجامله، ولكن اختيار الفاظنا وتعبيراتنا هي اللي احنا بنلوم عليها. انما ياسر جلال راجل ممثل مصري محترم ووطني جدا وابن بلد جدا ولا غبار عليه، ولكن ينقصنا ان احنا نختار الفاظنا ونقرا شويه. اشكركم على المتابعه، ارجوكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من هنا. مساء الفل.